تخيل إن الحرب اللي حررت بلدك كانت مجرد البداية لحاجة أعظم بكتير. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. بعد ما أحمس طرد الهكسوس من أرض مصر الطاهرة، الناس كلها كانت فاكرة إن السلام هيرجع وخلاص، لكن أحمس كان شايف اللي محدش غيره شايفه. كان عارف إن القوة مش بس في الدفاع عن أرضك، لكن في إنك تبني جيش يخلي عدوك يفكر 1000 مرة قبل ما يقرب منك. قرر يحول جيش التحرير الشعبي لجيش إمبراطوري نظامي، جيش عقيدته هي الهجوم مش الدفاع. بدأ يطور الأسلحة ويستخدم العجلات الحربية اللي أخدها من الهكسوس نفسهم. حول نقطة ضعف مصر لنقطة قوة محدش يقدر يقف قدامها. الجنود اللي كانوا بيحاربوا عشان يحرروا بيوتهم بقوا بيحاربوا عشان يبنوا إمبراطورية تمتد لآخر الدنيا. أحمس قاد الجيش ده بنفسه وبدأ أولى حملات التوسعية. سيطر على النوبة في الجنوب عشان يأمن حدود مصر ومناجم الذهب، وبعدها اتجه للشام عشان يطارد فلول الهكسوس ويقضي عليهم تماماً. كل انتصار كان بيزود قوة مصر وهيبتها بين الممالك. المملكة اللي كانت محتلة ومكسورة بقت القوة العظمى اللي بيتعمل لها 1000 حساب. أحمس ما كانش بيبني جيش بس، ده كان بيبني عقيدة جديدة للمصريين.